الله ما شاء الله. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يجعل لساني عامر بذكر الله وقلوبنا كده يا رب منورة بنور الله. تعالوا كده مع بعض نشوف الفيديو الحلو ده عاملين فيه ايه، وايه الكيكاية الحلوة الجميلة اللي انتوا شايفينها معانا في الفيديو ده. كوباية الشاي المظبوطة، ومعايا أحلى كيكاية ممكن تاكليها، خفيفة وهشة. شايفين التسوية بتاعتها المظبوطة؟ تعالوا مع بعض نشوفها كده. نبدأ ونسمي بسم الله ونصلي على الرسول كده، ونشوف عملنا الحلو والعظمة دي ازاي. تعالوا كده معانا نبدأ ونسمي بسم الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كده بخير دايما وفي احسن حال. نصلي على الحبيب قلبنا يطيب، واللي يصلي على الحبيب ابدا يا رب لا يخيب. اذكروا الله وقولوا لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربي يجعل لساني عامر بذكر الله وقلوبنا كده يا رب منورة بنور الله. تعالوا نبدأ يومنا جديد وفيديو جديد وطاقة إيجابية جديدة، يا رب تعجبكم كده وتنور رضاكم. بنحبكم في الله، أحلى أخوات وأحلى ناس دمتم في حياتي نعمة. هنبدأ النهاردة يوم حلو وبسيط. بس يا حبيبة قلبي، لو شفتي الفيديو يسعدني ويشرفني إنك تشتركي معانا في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وتفعلي زرار الجرس على الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو أنا هنزله معاكم الفترة اللي جاية. تمام؟ هنعمل النهاردة فيديو حلو جدا جدا، وكيكاية هي مطلوبة مني، أنا عاملاها قبل كده. بس والله العظيم يا بنات عايزاكم بس تجربوها الأول وتحكموا عليها. دي واحدة طلبها مني، أنا هعملها هوت عشان هي حلفتني إن أنا أعملها. تمام. هنعمل النهاردة كيكة، طبعا مادام في دقيق يبقى في كيكة، دي معروفة. فاللهم صل على سيدنا محمد. انا معايا مج الشاي العادي اهوت زي ما انتم شفتوا معايا كده من اول الفيديو. انا خدت 4 كوبايات من الدقيق، المج ده موجود في كل مطبخ في كل بيت. تمام. انا خدت كده 4 كوبايات منه اهو، ونخلتهم. اهم حاجه في الكيكايه انك تنخلي الدقيق بتاعها لحد كده. تمام اهو. نشيل بس الحاجه اللي احنا خدنا منها علشان نوريكم الكيكايه شكلها ازاي. كده نخلت كده الدقيق. اول حاجه عملتها المكونات اللي هي ايه، الجاف. 4 كوبايات من المج الشاي العادي دقيق، انزل عليهم بمعلقتين من النشا. لو عندك حطي، مش عندك برضو عادي هي بتنفع، بس انا بحب احط النشا عليها. وهحط عليها كمان ايه تاني، 2 ظرف من الكيك شيف. تمام. عندك بيكنج باودر عادي حطي، بس انا بصراحه مش كان متاح، هو ده اللي كان متاح دلوقتي فانا حطيته عادي اهو. 2 باكت من الكيك شيف اهو. دي كده المكونات الجافة معانا. حكاية سهلة وبسيطة، وبسم الله ما شاء الله طعمها بيبقى تحفة. جربوها الأول وبعد كده احكموا عليها. تمام. وهنحط ذرة الملح بتاعة كل الكيكات. تمام. ده حطيت ربع معلقة من الملح، وهقلب الكلام ده كله كده اهوت. تمام. هنركن المكونات الجافة وتعالوا نشوف المكونات السائلة مع بعض. يبقى الجافة 4 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقتين من النشا، عليهم ظرفين من البيكنج باودر، وعليهم ذرة الملح. وهنركن الكلام ده كده على جنب، ونجيب معانا المكونات السائلة. المكونات السائلة معايا 3 استفنديات. تمام. ده استفندي اهو عادي. هشيل بس اللي هو البوزة بتاعته دي كده، وهقسم الاستفندية من النص كده اهي. شايفين؟ عشان نتخلص من اي بذر فيها اهو. وزي ما هي كده بقشرها هحطها فين، في الخلاط. بس اهم حاجه لو في اي بذر لازم تشيليه عشان مش يمرر معاكي. تمام اهو عادي. وعشان نفرمه في الخلاط وكده اهو. اهيت. عشان هفرمه بالقشر بتاعه زي ما هو. الاستفندي انا غسلاه كويس، وغسله القشره بتاعته من بره كويس. تمام. الكميه اهيت. تمام. في شفشق الخلاط عادي هنزل عليه بشويه ميه او كوبايه اهيت، حوالي مج برضو، عشان هضربه الكلام ده كله في الخلاط.
تمام. هاخد الكلام ده كله اضربه وارجع لكم علشان صوت الخلاط بس والدوشه. في الخلاط اهوت، هاخده كده في كوبايه تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. وفي نفس الشفشه هنكمل بقيه المكونات الجافه. ايه هي بقى يا منى المكونات الجافه اللي معانا؟ معانا 3 بيضات. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل معايا 3 بيضات. تمام. بنفس الكوبايه اللي عايرنا بيها الدقيق اهيت، هنا كده معايا 3 بيضات. تمام. هانزل كوبايه من الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي حبيب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي نفس المج اللي انا عايرت بيه. كوبايه من الزيت. عايزه تضيفي معلقتين من السمنه ضيفي. انا عامه هعملها بالزيت عادي اهوت. هزود كمان شويه بس اهو، يعني يعتبر كوبايه وربع اهو. تمام. يبقى البيض وكوبايه وربع من الزيت، معلقه كده كبيره خل، واللهم صل على النبي ظرفين من الفانيليا. ده كله في الخلاط عادي. وبعد كده هننزل بكوبايه من السكر اهي. بسم الله. السكر ده اختياري، بتحبيها مسكره عادي بتزودي، بتحبيها مظبوطه يبقى انا هحط كوبايه واحده بس. تمام كده. وهاخد الكلام ده كله برده هضربه في الخلاط وهرجع لكم برده. كده في الخلاط اهو. هانزل بيه على الكيكايه بتاعتي. بسم الله اهو. تمام. وهناخد اللهم صل على سيدنا محمد العصير اللي احنا عملناه، هناخد كده منه مج. بسم الله اهو. وهنزل بيه على الكيكايه. هاخد كمان شويه، يعني هاخد كوبايه وربع اهوت. تمام. وهقلب. بسم الله. حاولي كده تدخلي الهواء بتاعك في الكيكه، يعني حركي ايدك في اتجاه واحد. تمام. انا هسيب الاسباتولا وهضرب بالمضرب عادي. بسم الله اهو. خليه كله في اتجاه واحد. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللي وصل معايا الفيديو لحد هنا يحط لايك حلو للفيديو واشتراك يا حبيبه قلبي. لو لسه ما اشتركتيش يسعدني ويشرفني كده انك تشتركي معانا في القناه وتفعلي زرار الجرس على الكل. استحلفتك بالله لو شفت الفيديو تحطي لي لايك وتشتركي لو لسه ما اشتركتيش. تمام. انا هزود كمان شويه ميه عادي. عايزه تزودي ليمون عادي، بس انا بصراحه هشطف كده الخلاط مكان ما كنت ضاربه فيه حاجه اهوت عادي خالص، وهانزل بيه اهو. ده كده انا كنت مشطفه الخلاط عادي. واضربي كده. بسم الله ما شاء الله اهو. خليك كده تحريكك كله في اتجاه واحد علشان الهواء يدخل معانا في الكيكه بتاعتنا. تمام اهي. نديها كده لحد ما هي تشبع من السوائل عادي علشان نوصل للقوام اللي احنا عايزينه اهو. كده وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه اهوت. شايفينه اهو لحد كده. تمام. يبقى هي خدت معانا حوالي كوبايه ونص من الميه وعليهم كوبايه ونص من العصير الاستفندي، وبقت معانا جاهزه. بسم الله ما شاء الله. شايفين اهو. ده القوام اللي احنا عايزينه. هنجيب بقى الصاج بتاعنا اللي احنا دهنينه
اهوت عشان نفضي فيه الخليط بتاعنا عشان ندخله الفرن. الصاج اهوت دهنه من الزيت ورشه رشه خفيفه من الدقيق. تمام. عندك صينيه حطي، عندك بايركس ازاز حطي، صاج زي ده حطي عادي. هنزل كده فيه بكل المكونات اهيت اهو. بسم الله ما شاء الله. حاجه كده هي اصلا يعني من قبل ما تدخل الفرن بسم الله ما شاء الله. نضفي كده الطبق بتاعك عادي، اعملي زي كده. انا مش بخلي فيه حاجه اكدب عليكم، لا ابدا. تمام. ومعانا احلى صاج كيك شايفين. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تمام. امسكوا كده اخبطوا خبطتين بس عشان الهواء اللي فيه يطلع. ومعايا احلى صاج كيكه اليوستفندي. شايفين شكله؟ بسم الله ما شاء الله. بسم الله الله اكبر. حبايب قلبي اللي وصل معايا الفيديو لحد هنا صلوا على النبي كده في الكومنتات ويكتب لي تعليق حلو. بحبكم في الله. طبعا انا مولعه الفرن بتاعي قبل ما اشتغل في الكيكه علشان يكون فرن سخن على 180 درجه. تمام. وهتدخلي الكيكه بتاعتك فيه حوالي تلت ساعه او نص ساعه الا 5 بالظبط بتكون الكيكايه ديت مستويه. تمام. لو الفرن بتاعك واطي خليه دايما على اعلى درجه حراره ودخليها فيه. انما لو الفرن بتاعك مظبوط بتاعك فهي هتدخل على 180 يا حبايبي. وهوريكم الصاج ده بعد ما يطلع. وبحبكم في الله. تابعوا معانا الفيديو عشان نشوف الكيكايه بعد ما تطلع من الفرن. جمال والحلاوه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الله اكبر. شايفين احلى صاج كيك ممكن تعملوه في حياتكم. تعالوا كده نقطع كده مع بعض ونشوفها. بسم الله. بس الصاج عامه الحته دي عاليه والحته دي واطيه فده عيب عندي في الفرن انا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. سعيد يا نبي. نعمل بقى ايه كوبايه شاي كده تحفه يا بنات. ممكن تفطري بيها وممكن تتعشي منها. تمام. قالوا كده نطلع قطعه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نطلع قطعه مع بعض. بسم الله. شايفين بس هي سخنه لسه. شايفين اللون معانا في اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهي اهي. شايفين حاجه خفيفه كده وحلوه. تعالوا مع بعض نعمل كوبايه شاي. شاي بقى عشان نشرب بيها مع الكيكايه كده. حاجه كده بسم الله ما شاء الله تنفع فطار وتنفع عشاء. تمام. عملتها كده وهتعشى منها معاكم اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس اعمل كوبايه شاي. بسم الله. يا رب كده يكون الفيديو بتاع النهارده خفيف واستفدتوا منه. تمام. احلى كوبايه شاي. بسم الله. اتفضلوا معانا. طلع لكم كمان قطعه. شايفين شايفين اللون بتاعها. شايفين الهشاشه بتاعتها والطراوه بتاعتها اهو. ناخد كده منها طبق. التسويه بتاعتها مظبوطه. ده من تحت وده الوش بتاعها. حاجه كده عظمه. وقولوا لي كده ايه رايكم. شايفين اهي احلى طبق كيكه ممكن تاكلوه تفطري منه وتتعشي منه. يوفر لك فطار ويوفر لك عشاء مع كوبايه شاي وتفضلوه معانا. يا رب كده تكونوا استفدتوا ولو بمعلومه بسيطه من الفيديو. يحبكم في الله حبايب قلبي. اشوفكم كده يا رب في فيديو جديد وعلى خير ان شاء الله. وربنا يا رب يصلح حالنا وحالكم جميعا. بحبكم في الله. شايفين. تعالوا كده تفضلوا معايا العشاء. اشوفكم على خير في فيديو جديد والسلام عليكم.